ضغطك 170 على 110. عادي يا دكتور، انا على كده متعود. هي الجملة دي بقت عادية وبسمعها كتير جدا. الناس فعلا بقت شايفة ان الضغط العالي حاجة عادية نعيش بيها وخلاص. وللأسف اللي وصلنا لكده ان في معظم حالات الضغط العالي بيكون المريض مش حاسس بحاجة، هو الضغط بتاعه عالي بس مش حاسس بأي أعراض. إنما الحقيقة اللي ساكت مش جسمك، اللي ساكت هو قلبك والخطر اللي عمال يتراكم جواه. الضغط العالي مش بس بيسيب بصمة على كل حتة في جسمك، ده بيغير في شكل الشرايين وبيخلي عضلة القلب تشتغل تحت ضغط مستمر، زي موتور عربية شغال فوق طاقته. ممكن يشتغل النهاردة بكرة، لكن هيجيله يوم ويقف. فما تعرضش نفسك للموقف ده. ولو ضغطك عالي وانت ماشي في حياتك عادي، ده مش معناه ابدا انك سليم، ده معناه انك محتاج توقف شوية وتراجع نفسك. قياس الضغط والمتابعة مش بياخد دقايق، بس هينقذ حياتك من سنين تعب كتير. فنصيحتي ليك انك ما تهملش وتاخد القرار من دلوقتي وتتابع مع دكتور قلب. كان معاكم دكتور ايمن حامد، استشاري امراض القلب، مستشفيات المانيا، واشوفكم في فيديوهات جاية. مع السلامة.